وصلنا معكم دلوقتي مع آخر متنافس في حب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من بلاد الحضارات القديمة، من بلاد جسر البوسفور الذي يربط بين أوروبا وآسيا، من بلاد المآذن، من تركيا. لكن المتنافس اللي معانا النهاردة موجود في جمهورية مصر العربية مع المتسابق شمس الدين بن صلاح الدين. من دولة تركيا معايا المتسابق شمس الدين بن صلاح الدين. شمس، أنا شفتك قلت عليك إنك من شرق آسيا. لما عرفت الجنسية بتاعتك استغربت جدا. هل تركيا هي جنسيتك الحقيقية ولا أنت من دولة معينة في شرق آسيا؟ بالظبط يا فندم. أنا الجنسية تركي، بس أنا من أصولي من مسلمي الأيغور المحتلة من قبل الصين المسمى بتركستان الشرقية. أنت قول لي بقى، أنت كام سنة في مصر وإزاي بتتكلم مصري بالطلاقة دي؟ ربنا يكرمك يا فندم. أنا بقالي هنا 9 سنين بدرس في الأزهر، والحمد لله ليا خلطة مع الشعب المصري، يعني فعشان كده. ما شاء الله. وتعلمت الإنشاد الديني في تركيا بقى ولا في مصر؟ أنا سكنت في سوريا 11 سنة قبل ما أجي هنا، وتعلمت المقامات وتعلمت القراءات والتلاوة والإنشاد بما فيه على مشايخ سورية، وهنا تممت وأخذت إجازات يعني. طبعا هنسمع حد دلوقتي مميز جدا على مسرح مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قول لي بقى، استعديت ازاي للمسابقة؟ والله إن شاء الله، يعني أولا نتمنى الخير والفوز لكل إخواننا المتسابقين وبما فيهم أنا إن شاء الله. ان شاء الله بأمر الله. خلاص، وقتك حان انك تطلع على مسرح مداح رسول وتنافس على لقب مداح رسول. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا شمس الدين. أهلا بكم سيدي. أصل سنز. İyiyim, Allah razı olsun. Siz ما nasılsınız? شاء الله. الحمد لله رب العالمين. Ben de Allah يكرمك ويبارك فيك. Seni seviyorum canım. Ben de Allah razı olsun. الله يكرمك. كيف حتسمعنا وشو حتسمعنا اليوم؟ أبيات. تركي أم عربي؟ لا، عربي. هل يمكن نسمع منك، طبعا على راحتك، بس يمكن نسمع منك تركي؟ للأسف أنا لم أجهز تركي يعني. طيب لا بأس. أنا نشأتي عربية، فلذلك جهزت شيء عربي يعني. أهلا وسهلا ومرحبا بك، تفضل. أكرمكم الله. بويرن. ولد الهدى ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. الله. الروح والملك الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء
لغمت أسامي الرسل فهي صحيفة، لغمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، في اللوح واسم محمد طوراء. اسم الجلالة في بديع حروفه، ألف هنالك، ألف هنالك، ألف هنالك، واسم طه الباء. يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى، بك جاءوا، بك يا ابن عبد الله، بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء. صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله في عليائه، ما سار داج أو سرت قصواء. صلوا عليه وسلموا تسليما. الله راضي. صلي عليه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اسمه شمس الدين. صلوا عليه وسلموا تسليما. ما شاء الله. من شروط المسابقة إن المذيعين ما يكونش ليهم رأي، لأن في لجنة تحكيم، لكن غصب عنك لما بتسمع حاجة لازم تقول الله 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 بجد. موافق إن شاء الله. لجنة التحكيم اللي أنا شايفه في عينيهم إن هم لسه مركزين في صوتك، يمكن ما همش عايزين يتكلموا لأن عينيهم بتتكلم. نبدأ بالأستاذ ياسين المراشلي. ما شاء الله، أنا ما كاتب ولا ملاحظة يعني والله ولا أنا ملاحظات شو نكتب يعني تحكم تمكن. أنا شفت شخص الآن تركي، لكن بعد هيك وشي سمعت الشيخ محمد عمران، سمعت كل حاجة الشيخ صحيح. بسم الله ما شاء الله، يعني صوت مصري، خامة صوت جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله، ربي يفتح عليك. شكرا أستاذ حزيد ياسين. أي شيء هنروح لدكتور طه عبد الوهاب. واحيانا كنا لسه في المتسابق رقم 5 وحضرتك والسيد احمد طلحي بتقول النهارده الاصوات هتصعب علينا. المتسابق اللي معانا شمس دلوقتي هو رقم 10 في المسابقه. نعم، هو قلب الموازين من قبل ما يقول، تمام. من قبل. ليه بقى؟ اول ما قرب كده قال السلام عليكم. انا قلت ايه الجدع ده داخل يخضنا، هيقول بقى. وفعلا توقعات
فلما قال انا انبسطت نفسي قوي. ليه؟ اما اتوسم في صوته وهو بيتكلم بالطبقه دي في البدايه، قلت الواد ده هي لا مؤاخذه يعني، الواد عادي يعني ابني. جميل. قلت هذا النجم سيكون نجم هذه الليله. الله. وفعلا فتوقعاتي جت في محلها. انا سعيد اني سمعتك، انت صوت جميل، بس يعني حاجه صغيره، ما تفكرش كتير وانت بتقول. انت في بيت انت لا غير كده، انت بتبقى تقول الجمله اقفلها كده ولا كده ولا كده. حصل. دايما بشبهها بايه؟ بلاعب الكره اللي بدا ينفرد، هيقرب من المرمى، يديها لزميله ولا يشوط، يديها فيقع او تطلع بره. لا انت واخد قرار انك هتقولها كده وسلم، يبقى هتطلع كده وتطلع صح. انت موهبه كويسه جميله جيده، وطبعا مش هقول لك عشان الاستاذ طلحي ما يمسكليش يقول لي انت امامك مستقبل. انت مستقبل الانشاد. ادعو الله لك بالتوفيق. شكرا. شكرا عندي دكتور مفاجأة طه. استناها يا دكتور. في عندي مفاجأة استناها. طب مستني. شكرا، والمفاجاه دي انا هاجي لك فيها برضه. شكرا دكتور طه. وزي ما شمس واخد القرار، ايضا الفنان ياسين المرعشلي واخد القرار انه يكلمه تاني. اتفضل. انت يعني هذا الموال الذي قلته انت الان هو مرتجل ام تحفظه من قبل؟ هو لاحد المشايخ ام انت تحفظه؟ طبعا الابيات محفوظه عندنا. نعم. انا اتكلم على اللحن. لا اللحن يعني مرتجله. مرتجل هو. يعني ما شاء الله. هتشاله. الدكتور هو عرف يعني. نعم. انا اصلا اشتغل بالمقامات، بس يعني مش زي حضرتكم، نحن يعني ابناؤكم وتلاميذكم، يعني مقامات اساسيه يعني بدائيه. فتح الله عليك. بارك الله. بسم الله ما شاء الله. شكرا استاذ ياسين. هنروح للاستاذ عبد الرحمن الجبرتي. حتتك بقى الصوت بقى والقرار. هو طبعا احنا عشان انا اقل علما من دكتور طه، فهو قال مجرد ما سلم توسم فيه. انا مجرد ما بدأ في الانشاد قلت لا، حتى اول ما قال ولد الهدى سبت القلم قلت الله. فدخولك مخيف ما شاء الله تبارك الله. صوت عريض، مساحة صوتك جيدة، يعني مسيطر على المسرح، واحد بيأدي وما خرج عنك الإحساس رغم قوة صوتك. وهذا الشيء هو الأهم، إنه الواحد يأدي مهما كان صوته، أهم شيء يوصل إحساس الكلمة اللي هو يقولها. من أكثر الحاجات اللي عجبتني عندك الجواب، منطقة الجواب كانت نظيفة جدا، وهذا يرجع إلى مساحة صوتك الجيدة طبعا. وواضح أن أنت بتتدرب بشكل مستمر على يعني الطبقات الصوتية، بحيث أنه توسع الطبقة من القرار ومن ناحية الجواب. صدقكم الله. ما عندي أي ملاحظة. أنا زي أستاذ ياسين ما كتبت أي حاجة، لأنه يعني الصمت في حرم الجمال جماله. ما شاء الله تبارك شكرا الله. استاذ عبد الرحمن الجبرتي. سيد احمد الطلحي، بما انك رأست العديد من المهرجانات في عالم الانشاد، وايضا صانع النجوم في عالم الانشاد، معك شمس. تشوك وزال. الله راسه. وسيني سيفيورم جزومش، سيني سيفيورم جلوم، سيني سيفيورم جنم. خوش بولدك مداح الرسول، الله رسول صنعبه. يعني جميل جدا. اهلا وسهلا ومرحبا بك في مداح الرسول. انا اليوم اكتشفت شيء جميل جدا، ولاول مره في حياتي اكتشف ان هناك نسخه تركيه من الدكتور طه عبد الوهاب. الله. والله والله. يعني انا ارى في الدكتور عبد الوهاب في شبابه الله. حقيقة خامة وقامة، شيء جميل. صلى عليك الله مباشرة لما سمعت أشرت مباشرة. رائع سيدي، الله رازق. شكرا السيد احمد طلحي. واكيد ده كان راي لجنه التحكيم في المتسابق شمس الدين بن صلاح الدين. اكيد كلنا دلوقتي عايزين نعرف مين هو صاحب المركز الاول، وايضا مين هو صاحب المركز الثاني. اكيد هنعرف في مداح الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد الفاصل. رجعنا تاني لحضراتكم بعد الفاصل، وحسب توقيت برنامجنا فقد حانت لحظة معرفة مين هم الفائزين. قبل ما نعلن مين الفائزين معانا في حلقة النهاردة، بنفكر حضراتكم إن كل
الحلقة بيكون معانا 10 متسابقين، وبيتم اختيار 2 منهم فقط عشان يكونوا معانا في التصفيات النهائية. النهاردة الأصوات كانت حلوة جدا ومميزة، لكن للأسف لازم يتم اختيار 2 فقط. ما طولش على حضراتكم، هنعلن حالا النتيجة. المركز الثاني كان من نصيب أحمد عبد الله المهدي من اليمن. إن المسيئين قد جاءوا بالذنب يستغفرون الله. مبروك لأحمد عبد الله المهدي من اليمن، صاحب المركز الثاني النهارده في حلقة مداحي الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا بقول يعني ربنا يكون في عون لجنة التحكيم اللي موجودة معنا. النهارده بالفعل كانت أصوات مميزة، أصوات تحتار مين هو صاحب المركز الثاني أو مين هو صاحب المركز الأول. وعلشان كده دايما لما بنقول على أن تكون مداحي الرسول صلى الله عليه وسلم لازم تكون متمكن ومتميز، دي حقيقة. صاحب المركز الأول النهارده هو شمس الدين بن صلاح الدين من تركيا. ما سار داج أو سرت قصواء صلوا عليه وسلموا تسليما. مبروك يا شمس، مبروك. أكيد لجنة التحكيم ليها تعليق. طبعا النهارده كان يوم غريب جدا. كل شويه واحد يغير الترتيب اللي في دماغنا. يظهر المتسابق اليمني احمد المهدي تألق وتجمل وقال، وفجأة ظهر من البحرين حسين عبد الله غير اتقلبت الترتيب خالص. فجأة ظهر بقى بلال رائد اللي انا ابهرنا جميعا. وفعلا انا بقول له من دلوقتي استعد النسخة الثانية. ليس معنى انك انت لم تصعد هذه الحلقة انا برضو متمسك برأيي واقول ان هذا سيكون نجم النجوم في النسخة الثانية من مداح ان شاء الله. جميل. وظهر بقى في الاخر بقى النجم الكبير بتاعنا شمس الدين، راح مغير الموازين تاني. المهم مش الصعود الليلة فقط، بعد غد المرحلة الثانية الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها. احنا داخلين المرحلة اللي جاية هنسمع حاجات تانية وتأتي إلى المسابقة وتقدم نفس ما قدمته لن يقبل منك. فأدعو الله، أنا متوسم فيه خير إن شاء الله. أدعو الله لكم جميعا بالتوفيق، وبشكر أستاذ محمد وأستاذة مي. أنتوا أبدعتوا في هذه الليلة، كنتم متألقين كعادتكم ما شاء الله. شكرا يا دكتور طه. ألف مبروك للفائزين، وحظ أوفر لباقي المتسابقين إن شاء الله. يا ترى برنامجنا هيكون سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى في إبراز كام موهبة، أو بمعنى أصح كام نجم؟ ده اللي هتكشفه لينا الأيام. وعايزة أقول لكل المتسابقين صدق حلمك وخليك وراه، افضل وراه حتى لو هتتعب شوية، حتى لو في شوية صعوبات. صدقني هتنسى كل التعب بمجرد ما توصل لحلمك وتحقق هدفك. وخليك فاكر إن الإصرار هو أول طريق النجاح، وإن الكل مجتهد نصيب. صمم إنك توصل لهدفك، وصدقني هيجي يوم وتوصل ليه. أكيد يا مي، زي ما بتقولي كل اللي موجودين في مداحي الرسول صلى الله عليه وسلم بالتأكيد هم نجوم، لأنهم موجودين في مدح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وزي ما بيقول الشاعر: الجزع حن إليك يا خير الورى، كيف النفوس إليك لا تشتاق، صلى عليك الله ما لاحت شمس وما اهتزت بها أوراق، صلى الله عليه وسلم. أشكركم شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.